لو عندك 2D سكتش ومحتاج تحوله لمجسم ثلاثي الأبعاد، فعندك اختيارات كتير معتمدة على شكل السكتش والمدخلات اللي هتديها للبرنامج. أول أمر في بناء المجسم بتاعك هو Extruded Boss Space، وهو عبارة عن إنك بتعمل اكستروجن لل 2D سكتش في اتجاه عمودي على ال 2D بلين المرسوم فيه السكتش. تقدر تبدأ الاكستروجن بكذا طريقة، الافتراضي إنها بشكل مباشر من السكتش بلين، أو ممكن تعمل أوفست بمقدار معين. ممكن تبدأ تمد السكتش عن طريق بلاين، وده بيخليه يتمد في اتجاه واحد بطول محدد. ممكن اختار كمان ميد بلين، وهيمده في الاتجاهين بإجمالي قيمة بحددها له، وبيقسمها بالتساوي على الجنبين. ولو عايز في اتجاهين بس بقيم مختلفة، هختار بلاين وهفعل دايركشن 2 بحيث اقدر احدد قيمة كل اكستروجن في كل اتجاه. السوليد ووركس بيختار يعمل اكستروجن بشكل تلقائي للمساحة الخارجية المقفولة، وبيعتبر المساحات المقفولة اللي جواها دي فراغات عشان ده يبان منطقي بالنسبة له. بس اقدر اغير ده باني احدد انا عايز اعمل اكستروجن لانهي مساحة مقفولة موجودة عندي في السكتش. اقدر بعد ما عملت اكستروجن اني ابص على الفيتشر مانجر واشوف الامر اللي نفذته، واقدر افرده واشوف السكتش المبني منه الامر، وانا محدده اقدر اعمل امر اكستروجن تاني بنفس السكتش. دلوقتي هملى الفراغ ده باكستروجن تاني، وهختار اني اعمل اكستروجن لحد السيرفس، وهختار السيرفس اللي فوق ده عشان ياخد نفس الطول. اقدر برضو اعمل اكستروجن من سيرفس معين، هختار نفس السيرفس اللي فوق واعمل اكسترود الناحية التانية، وهخليه ثرو اول عشان يوصل للاخر. كل اللي نفذناه في الاكسترود البوس عشان نبني المجسم بنفس الافكار بتاعته نقدر نستخدمه في امر الاكسترودد كات، ودي جزئية بتحاكي نفس الاوامر اللي بتبني نفس المدخلات، بس بدل ما تبني هي بتشيل ماتيريال. اقدر هنا برضو اختار نفس السكتش واختار الجزء ده عشان اشيل جزء من الجانب التاني، هختار الاتجاه المناسب واختار ثرو اول عشان يوصل للاخر برضو. وممكن برضو بكل بساطة بدل ما انا شغال بنفس السكتش اني اعمل سكتش جديد، واستعمله في اما اكسترودد بوس بحيث اني اضيف ماتيريال، او في الاكسترودد كات بحيث اني اشيل ماتيريال. لو عندي سكتش في الوان دايمنشن زي خطوط منفصلة او مساحة مفتوحة، ما اقدرش احولها مرة واحدة لل 3D، محتاج الاول اديها تخانة عشان تتحول ل 2D بعدها ل 3D، فبستعمل الثين فيتشر فبيحولها لي من 1D ل 2D. واقدر اختار اما انها تاخد تخانة في اتجاه واحد او في الاتجاهين بقيم مختلفة، او ميد بلين ويقسم القيمة الاجمالية على الجنبين.